هناك شهود أثبتوا أن الطفل عثر عليه في الكنيسة وتم تسليمه بواسطة الكاهن أبونا أنطونيوس راغب المتنيح إلى والديه. الأمر الثاني، الوالدية عن أمال وفاروق. الأمر الثاني وهو أن هناك فتوى من مشيخة الأزهر تقول أن الطفل إذا عثر عليه في مكان مسيحي يعتبر مسيحي، وإذا عثر عليه في مكان مسلم يعتبر مسلم، بعد أن اختلطت الأوراق في الفترة السابقة وظهرت أصوات نشاز تقول أن كل من ولد على مصر مجهول النسب يعتبر مسلما، لأن الطفل يولد بالفطرة الإسلامية. ولكن الأزهر الشريف المحترم صحح هذه المفاهيم الخاطئة استنادا إلى المذهب الحنفي، وهو المذهب الذي تأخذ به مصر وأيضا جميع المذاهب، والتي انتهت إلى أن الطفل يولد على الفطرة الإنسانية وليس على الفطرة الدينية. الأمر الثالث أيضا أن هناك شهادة قاطعة صادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس تفيد أن الطفل عثر عليه في الكنيسة. الأمر الرابع والأهم في هذا الشأن أنه لا يوجد في الأوراق من قريب أو من بعيد شيء يقول أن الطفل مسلما أو عثر عليه خارج الكنيسة إلا سيدة تم تكذيبها من جميع الشهود. الأمر الأخير أن تحريات مباحث أمن الدولة، قطاع أمن الدولة، الأمن الوطني والأمن العام، أثبتوا أن الطفل مش مسلم. لكل هذه الأمور الحقيقة النيابة العامة اقتنعت وأصدرت أمر. احنا الحقيقة كنت قدمت إلى في 2002 تقريبا أو آخر 2002 تقدمت إلى معالي النائب العام بدراسة مستفيضة الحقيقة تعاوننا فيها مع المستشار أمير رمزي، معلش لازم أذكره وأشكره. المستشار أمير رمزي تعاوننا في كتابة مذكرة عن أسر البديلة، وكان بحث قانوني طويل الحقيقة، وتقدمنا لمعالي النائب العام وقلنا طلبنا منه، لأن شفنا المحكمة بتتأخر الجلسات وكده، وطبعا زميلي الفاضل الأستاذ أيمن كمال هو المترافع العظيم معنا في القضية، فتقدمنا ببحث شامل وكبير إلى معالي النائب العام استنادا لأسر البديلة، وقلنا طالما إن استنادا لفتوى الأزهر وشهادة الكنيسة والشهود أن الطفل مسيحي، وأن قانون الأسر البديلة رقم 297 لسنة 2015 باللائحة التنفيذية بتقول أن إذا الأسر البديلة تشترط شرطا هاما وهو اتحاد الدين. يعني ايه اتحاد الدين؟ يعني الطفل طالما اثبتنا انه مسيحي والابوين الامال وفاروق مسيحيين، اذا توافر شرط اتحاد الدين فيجب ان يسلم الطفل الى الابوين. وايضا ان النيابه العامه كمان استندت الى تقرير صادر من المجلس القومي للأمم والطفولة بيقول ان في هذه الحالة تسلم الى الأسرة بديلة، تسلم بتوافر الشروط فيها. طيب هذه الأمور توفرت، وأيضا النيابة أصدرت في قرارها الهام ان يتم تغيير أو عمل شهادة بالاسم الرباعي المسيحي. احنا عارفين الطفل كان اسمه يوسف عبد الله محمد، وكان ديانته مسلمة. فإن النيابة أمرت التضامن الاجتماعي أو الطفل المجلس الأمم والطفولة بأن يتم تغييره، وفعلا وأنا بتكلم مع حضراتكم تم استخراج شهادة ميلاد جديدة للطفل حسب ما وردني الآن. تم استخراج شهادة جديدة باسم شنودة، وتم تغيير الديانة من مسلم إلى مسيحي. هذه هي كلها الخطوات التي مرينا بها في هذه الفترة. طبعا واحد يقول لي طب القضاء اللي قال بعدم اختصاص نظر الدعوة تعملوا ايه؟ طبعا بقول ان الغاية او الهدف من اللي احنا عايزينه سواء في النيابة او سواء في القضاء قد تحقق، وبالفعل ان احنا لن نطعن على هذا الحكم، لان لا فائدة من هذا الطعن، لان الطفل وصل واستلمناه النهاردة منذ دقائق بسيطة من وزارة التضامن الاجتماعي. الطفل